السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا صبايا؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب وأنتوا عم تشوفوا فيديو لليوم. اشتقت لكم كتير، رجعت لكم بفيديو جديد، روتين جديد كمان بحب أشاركه معاكم. هيك يومياتي بحب هيك أطبقها كلياتها وأنشرها فيديو مشان تضل كمان ذكرى. ويا محلى أنك تفيقي وبنتك عملتلك الفطور، عن جد شعور يعني لا يوصف. فهيك والله يا صبايا هذا الفيديو في هيك طبخة بحبها كتير كتير. كمان طبخة محشي، تخيلوا يعني عيلة وحدة بنطبخ طبختين محشي. فهيك والله يعني في شغلات كتير متنوعة. وهون مثل ما شايفين رحت على عيادة دكتور الأسنان مشان بلش بأسناني تصليح. اي والله يا صبايا، فهيك أخذت لكم كم لقطة كمان. وشو بخبركن عن عزيمة شاورما غير شكل، يعني طعم ولون وشكل وظرافة وتآنة ورتابة. وأهم شي من هذا وكله إنه الطعم عن جد ولا أروع من هيك. والله العظيم يعني بلا مبالغة، إذا ما يعني نافست الجاهز أنا ما بعرف شي أبدا أبدا. يعني السقسقة مع النغنغة مع المنظر مع يعني عن جد عن جد بتفوز 1,000,000%. يسلم ايديها لرفيقتنا. هي صبايا مرة قلنا لها انه والله انتي بتعملي شاورما كتير طيبة. قامت قالت لي خلاص عندي، اتفقوا شي نهار وتعالوا مشان نعمل شاورما عندي بالبيت. والله وما كذبنا خبر. اتفقنا يوم من الايام، يوم واحد بالاسبوع والله، ورحنا لعندها وعن جد كترت الخير وبسم الله ما شاء الله، نفسها غير شكل على الأكل. والله ورتابة ونظافة وتآني يعني غير شكل. والله يوميتها أكلنا لنفزرنا وما كنا حابين نقوم، بس إنه خلص معدتنا قالتنا يعني يمكن لقمة زيادة وراح انفجر. فهيك والله يا صبايا، فأنتوا كمان خبروني إذا عندكم رفقات بيكون نفسهم طيب على الأكل، أو في أكلة معينة هن كتير شاطرين فيها وطعمتها بتطلع كتير طيبة من إيديهم. فاكتبولي بالتعليقات. ولهون وصلنا، ونسيت رحب بالصبايا الجداد اللي انضموا للقناة. أهلا وسهلا فيكم يا صبايا من وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بالجميع ونورتوا القناة. أنا بكبر فيكم وبمحبتكم وبدعمكم كمان. وهون يا صبايا الأكلة المعتادة، هي الأكلة أنا كتير بحبها وللأسف ما حدا بيحبها بعيلتي. وأنا وعيلتي عكس بعض، يعني ولادي طالعين لزوجي مثل هيك أكلات ما بيحبوها، بس أنا سبحان الله يعني بتكون عشق إلي هي الأكلات اللي هي هلأ فيه كذا طريقة على اليوتيوب. فأنا سبحان الله ما بعرف يعني بحبها بطريقتي أنا مثل ما أنا بحب، يعني عرفتوا. فوالله يا صبايا عملتها برمضان مرة، وهي كمان عملتها مبارح مرة والله. مثل هيك مو شايفين قلبنا صدورة الدجاج، لازم يكون الزيت كتير حامي لحتى هيك بتاخد لون وتاخد لدعة. بس ما بيأثر، رح تعزوا من وراها مثل مو أنا هلأ رح أعمل. بس طعمتها كتير طيبة. بعد ما هيك تشوحوا صدورة الدجاج كلياتها بتقيموها كلها على صحن واحد. ايه يا صبايا، نرجع لحديثنا. قد ما فات ابني وطلع على البي على الغرفة اللي أنا عم منتج فيها ما عاد أعرف وين صرت. بعد ما شوحنا زيت الدجاج هيك كلياتها وأخدت لون كتير حلو ذهبي، بنوطي تحتها كتير منيح أو بنطفي لحتى يبرد الزيت شوي. ومن بعدها نضيف بصلة وتوم حسب ما انتو بتحبوا البصل والثوم. هلا أنا بفضله بيكون مهروس، بس وقتها ما كان عندي وقت إني أهرسه. قطعته هيك تقطيع وحطيته مع البصل. بس هيك شوية بيدبلوا. بنتي هون عم بتقلكن باي باي. بس لحتى هيك شوية بيدبلوا. وبعد ما يدبلوا البصلات كمان بكون أنا هي حاطة فطر. من بعد ما قلبنا هالفطرات هيك كتير منيح وخليتهم هيك يعني يستووا. أنا سلقتهم قبل بنهار يعني مشان إنه ما يخربوا، لأنه جبتهم من اليوزفير وكان هيك شوي ملدوع. فهيك زبطتهم قبل بنهار وحطيتهم بالبراد، وهيك مثل ما شايفين يا صبايا بنقلبهم كتير كتير منيح. ومن بعدها بنضيف لهم هيك كاسة للكاسة ونص مي حسب ما انتو بدكن السماكة يعني. فوالله هيك هديت كمان عليهم كتير منيح مشان هيك ما يتشلوطوا. ومن بعدها ضفت عليهم المي، ومن بعد المي كمان حطيت اللون اللهم صل على سيدنا محمد. هيك بعد ما فرمت اللحمة فرمتها كتير منيح، لأن أنا ما بحب هيك تكون شرايح، فرمتها معاهم مشان تصير هيك مثل الشوربة يعني.
هون ابني صار لي مح مح مح، فشلت هيك قطعة وطعمته إياها، فهو يضل عندي هيك بالمطبخ بحركش معي بالمطبخ، الله وكيلكم ما بخليني أتحرك إذا ما هو معي. وهيك بعد ما خلصنا وقلبناهم كلياتهم المكونات مع بعضهم لحتى تعرفوا على بعضهم كتير منيح، ضفنا لهم هون كمان المي وحطيت لهم كمان مكعب ماجي مرقة الدجاج يعني حتى تعزز النكهة. وهيك خليتهم بس شوي يتقلبوا مع بعضهم وبس هيك. والله كانت طبخة كتير طيبة الحمد لله. حسيتها انه المي كتير قليلة فضفت كمان هيك نص كاسة كمان. وبتحبوا انتو جنبها مثلا بتقلوا بطاطا كمان بيصير، بتحبوا مثلا رز كمان يعني بيمشي معاها. بس قلتلكن انه انا ما بيحبوا هي الاكلة فلهيك ما طبخت. كان عندي رز وفريكة قبل بنهار فسخنتهم هيك جنبهم. والله يعني هي الطبخة من أحب الطبخات على قلبي أنا للفطر حصرا يعني عن جد. حتى ني أنا باكله يعني بعد ما أغسله وهيك بحب طعمته وهو ني. فأنا من عشاق الفطر يعني كتير بحبه. وهيك حطيت لنا كمان عصرة ليمونة. هلا اختياري بتحبوا تضيفوا معاها اللهم صل على سيدنا محمد بقدونس يعني هيك رشة خفيفة. أنا ضفت لها هاي المرة بس ما حبيتها يعني بتكون سادة أطيب. وهون مشان هيك تسمك شوي المرقة كنت حاطة معلقة نشا صغيرة مع نص كاسة مي كمان هيك ضفتها فوقها لحتى شوي تسمك المرقة. هلأ لما عملتها برمضان كانت المرقة أسمك من هيك بشوي يعني. كمان كتير كانت طيبة يعني. هي الطبخة تقريبا أنا كل شهر بعملها يعني ما بخليها أنه كتير بشتاق لا أو طول لا أعملها، لا كل شهر يعني حلو. اي والله يا الصبايا. فهيك كانت طبخة الحمد لله رب العالمين. الله هيك يديمها نعمة يا رب. كان قلت لكم عندي كمان رز وفريكة قبل بنهار كمان هيك سخنتهم وهيك استوت الحمد لله رب العالمين. واكيد من بعد ما قليت اللحمة كتير طرشت زيت فهيك بمسح كمان الليزرية من اول وجديد وبمسح الحيط اللي وراها والطاولة كمان لانه كتير طرشت زيت يعني اجباري بدها تطرش لانه اذا غطيناها رح تبذل ميتها وانا ما بدي المية تبذل تبعيتها يعني بدي اياها تضل بقوامها. فهيك والله مسحت كمان الحيط مسحت الطاولة كمان كتير منيح. هون عم بتأكد من الكاميرا انه هي عم بتصور. اي والله يا صبايا. فوالله هيك عم طول شوي بالفيديوهات يعني للصراحة ما عم حس هيك لما بطول بكون مرتاحة أكتر. قلتلكن قبل بمرة فهيك يعني كل نهارين والتالت كل 3 أيام والرابع يعني هيك كتير منيح يكون كويس يعني. فهيك رجعتهم على بعضهم وما في أحلى من إنك تخلصي شغلك وطبختك جاهزة وبتاكلي على نظافة فبتكون يعني عن جد غير شكل بيرفكت. فهون قلت هيك خليني أعمل تكنيسة للمطبخ كمان وللبيت كلياته. هلا البيت أغلب الأحيان عم كنسه مرتين باليوم لحتى يضل هيك نظيف. لو تشوف حالي هيك فاضية وما عندي شي أو الولاد أكلوا شي أو هرهروا شي ففورا بقول يعني خلينا هيك فورا كنسه مشان يضل نظيف. يعني أحيانا يمروا علي يوم أو يومين ما بكنس البيت أو ما بيصير لي أو يعني بصير لي طلعة من البيت إجباري. فهيك والله هون مو متحكمة بالتكنيس أبدا مع التصوير فكتير صعب. اي والله يا صبايا. فهيك كنسنا هالبيت كلياته الحمد لله رب العالمين. وبعد ما خلصت طبختي سخنت كمان للولاد. وهيك كان قوام الطبخة الحمد لله رب العالمين. يعني طلعت عن جد غير شكل وأكلت منها أنا وبنتي كمان اللي صغيرة أكلت منها. فهيك حبيت ضيف لها كمان بقدونس مشان هيك تعطي لون كتير حلو. أنا كتير بحب لون البقدونس بهذا اللون يعني حصرا. فهيك تعشينا الحمد لله رب العالمين. الله يديمها نعمة يا رب يحفظها من الزوال. وإذا أنتم مجربينها
أو هيك إلكن مراء إنكم جربوها واكتبوا لي بالتعليقات كيف كانت الأكلة. كتير طيبة. هلا أنا ما بعرف شو الاسم اللي مسمينا فيه، بس إنه بحبها يعني شوربة الفطر ممكن هيك نسميها. وهيك ما في أحلى كمان من تاني يوم هاي بعد ما رجعت من المدرسة عملت هيك كاسة متة. قلتلكن إنه هيك مايلة هاي الفترة على المتة، ما بعرف ليش عم حسها هيك بتعطي رطوبة للجسم. أنا من الناس القليل إني أشرب مي، فهيك والله بعد ما وديت الولاد على المدرسة ورجعت كانت هيك الأجواء سبحان الله. فإجي جوزي من شغله إنه هيك بده يتوضى ويصلي يرتاح له شوي وبعدين يطلع على شغله، فاستغليت الوقت. ولأنه بالليل كتير عم يرجع تعبان فما عم نقعد ما عم نسهر، الله وكيلكن يعني عم يرجع يطب يروح يحط راسه وينام فورا. وهيك أنا قاعدة عم بعمل له أجواء وهو قاعد على تليفونه. أكيد معظم الرجال هيك يعني، فصرنا نعمل الحمد لله رب العالمين. اي والله. فهيك حطينا سهرة، مو سهرة، هن قاعدة يعني هيك قاعدة رواق مثل ما بيقولوا، بس كرم ما بيخلي حدا رايق أبدا يعني. اي والله يا صباي. فانتم من عشاق المتة ولا القهوة ولا الشاي؟ فانا حسب يعني، الشاي بشربه بس على الفطور بقلب النهار، يمكن اذا اكلت لي اكلة دسمة بحب بعدها كاسة شاي، بس هيك والله. وشو بخبركن عن طبخة محشي صار لي خطط له اكتر من اسبوع سبحان الله، ما بعرف ليش. لحتى هيك جبنا الطعظيمة وبعدين جبت اول مرة كوسة ما كفت، بعدين رديت حطيت جبت لهم كمان كوسة لحتى هيك كفت، والطعظيمة كانت تحتهم يا الله ما أطيبها عن جد. طلعت يعني هي أول طبخة خضراء طبختها، فالحمد لله رب العالمين. والله هيك كانت كتير تهنينا فيها انبسطنا فيها. بس هيك والله كان الفيديو لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوه استمتعتوا استفدتوا كمان منه وهيك تسليتوا كمان. فاكتبوا لي بالتعليقات انتو شو رأيكم. ان شاء الله تضلوا بألف خير. وهيك ختمناها فنجان قهوة غير شكل على الصوبة كمان. والجو كتير عم يبرد هالفترة يعني، بالنهار عم يكون كتير شوب، بالليل كتير برد. فهيك والله شغلنا هالصوبة بعد المحشي، والحمد لله رب العالمين. الله يديم علينا الأمن والأمان وهيك والصحة والعافية، ويرزقنا ويرزقكم ويجبر بخاطركم كلياتكم يا رب. اللي وصلت معي لهون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبس هيك والله. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، ما تنسوني من الاشتراك. إن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. باي باي.